سلام الله عليكم. الفيلم ديال اليوم يدوي على واحد خوتنا غادي يشفروا بانك وغادي يخرجوا من الباب قدام البنك. القصه كتبدا مع هاد الخمسه د الناس اللي غيتنكروا كعمال الصباغه وغادي يدخلوا لهاد البنك باش يسرقوه. والعقل المدبر ديال هاد الخطه غيكون هو راسل. غادي يهزوا السلاح على الناس كاملين وغادي ياخذوهم رهائن وغيعطيوهم واحد اللبسه كحله يلبسوها في حالهم باش البوليس ما يفرقوش ما بين الرهائن والشفاره. غيدوزوا عند كيف واحد المحقق نزيه ولكن مشتابهين فيه باللي سرق 140 ألف دولار من واحد القضيه وكيحقوا معاه فيها. كيف غادي يوصل للبنك وغيقول لي هاد البوليس راهم شادين الرهائن لداخل وهدونا الى قربنا للبنك غادي يقتلوا شي واحد من الرهائن. غندوزو عند ارثر المدير ديال البنك. غتجي المساعده ديالو غادي تقول لي راه واحد الفرع من البنوك ديالك دخلوا ليه الشفاره وشادين الناس كاملين رهائن. ارثر هذيك الساعه غيعيط لميديلين وميديلين واحد ختنا عندها علاقه مع ناس كبار في الدوله اللي عنده شي مشكل كتحلوا ليه بحال داكشي ديال باك صاحبي. ارثر غادي يدير موعد مع ميديلين وغادي يتلاقى معاها. ارثر غادي يقول لميديلين كاين واحد الصندوق لداخل في البنك ما بغيت حتى واحد يقيسو، لا انتي لا بوليس لا هادوك اللي كيسرقوا في البنك، بغيتو يبقى سر حيت الا خرج للعامه غنطيح في بزاف ديال المشاكل. وميديلين غتقول ليه غادي نحاول. في نفس الوقت هادوك خوتنا غادي يخرجوا واحد من الرهائن وغيقولوا ليه قول البوليس الا حاولوا يدخلوا غنقتلوا جوج ديال الرهائن وغادي نلوحوهم. ميديلين غادي تمشي عند العمده ديال نيويورك اللي من المعارف ديالها وغادي تقول ليه بغيتك تدوي مع المحقق اللي شاد هاد القضيه ديال هاد البنك باش يخليني ندخل البنك وندوي مع هادوك اللي سرقوا في البنك. والعمده غادي يوافق. واحد شويه هادوك خوتنا اللي سرقوا البنك غيطلقوا واحد من الرهائن وغيكونوا معلقين ليه واحد الصندوق في عنقه وغيكونوا كاتبين في هذاك الصندوق باللي المطالب ديالهم هي جوج طوبيسات عامرين مازوط وطياره وعندهم حتى 9 ديال الليل باش يحققوا لهم المطالب ديالهم. الا وصلت 9 ما داروش هاد الشيء غيبداو يصفيو لواحد من الرهائن كل ساعه قدام الكاميرا ديال الاخبار. واحد شويه غادي يخرجوا واحد من الرهائن هاز ورقه مكتوب فيها الرهائن محتاجين الماكل. غندوزوا عند هذوك اللي كيسرقوا في البنك غيكونوا كيحفروا في واحد الحفره. هذوك البوليس غادي يوجدوا الماكله وغادي يعطيوها لهم. غيديروا وسط الماكله واحد الميكرو باش يسمعوهم اش كيقولوا لكن غيكونوا كيدويو بالالبانيه. هذوك البوليس ما غادي يفهموا والو. هذوك البوليس غادي يعيطوا على واحد ختنا تجي تترجم ليهم اش كيقولوا. هذيك ختنا غادي تقول لهم باللي هذا اللي كيدوي كان رئيس ديال البانيا ومات. يعني هذوك خوتنا اللي كيسرقوا في البنك عرفوا باللي البوليس داروا لهم ميكرو في الماكل. داكشي علاش طلعوها على البوليس وحطوا لهم هذاك الميكرو حدا واحد الراديو فيه واحد التسجيل قديم ديال الرئيس ديال البانيا السابق. مادلين والعمده ديال نيويورك غادي يجيو عند كيف وغادي يهدوه وغادي يقولوا ليه الا تعاونتي معنا غادي نتعاونوا معاك. وهذيك القضيه ديال 140 ألف دولار اللي كيحقوا فيها معاك زعما بغات تقول ليه الا خليتيني ندخل غنحلك هذا المشكل. وكيف غيقبل. كيف غادي يعيط في الرقم ديال البنك وغيجاوبوا راسل. المحقق كيف يلا غيبغي يتفاوض معاه. راسل غادي يقول ليه الا ما نفذتوش لي المطالب ديالي غنبدا نصفيها لكل رهينه كل ساعه. غيدوز الوقت. المحقق كيف غادي يعيط لراسل وغادي يقول ليه عطيني شويه ديال الوقت ما نقدرش ننفذ لك المطالب ديالك مع التسعود. راسل غيقول كيف واحد السؤال الا الجواب كان صحيح ديك الساعات غيعطيه الوقت. والمحقق كيت الجواب ديالو غادي يكون صحيح. غادي يوصل الليل وجا الوقت فين ميديلين غتدخل البنك باش تدوي مع راسل على قبل هذاك الصندوق اللي ارثر باغيه يبقى السر. مادلين غتدخل عند راسل وغتقول ليه استسلم دابا وغادي نوقف معاك وغدوز 3 سنين ديال الحبس وفاش غتخرج غتلقى 3 المليار كتسنى فيك. لكن راسل غادي يقول ليه لا حيت ميديلين كيسحب ليه راسل غير شي واحد مكلخ جاي يشفر هذا البنك وما عارفش هذاك الصندوق اللي باغي ارثر يحميه. لكن راسل طلع هربان عليها وغيعاود ليها القصه ديال ارثر وغنفهموا بلي ارثر كان خدام مع النازيين في الحرب العالميه الثانيه. وغيزيد ياكد ليها باللي غيجبد ليها واحد الدوسي ديال النازيين في كاع داكشي اللي دار ارثر مع النازيين وغيهددها وغيقول لها الا جا شي نهار وتشديش على هاد السرقه ديال البنك انت وارثر غادي توقفوا معايا ولا هاد الدوسي غادي يوصل للصحافه. ميديلين غادي تسولو غتقول لي كيفاش ناوي تخرج من هنا بعدا. وراسل غادي يقول لها غادي نخرج من الباب. وميديلين ما غتلقى ما غتقول ليه وغادي تخرج. كيف غادي يبقى يراجع السينج وغيبان ليه راسل غير كيضحك عليه وقال ليه بغيت الطياره غير باش يكون عنده الوقت فين يدير داكشي اللي بغا في البنك. داكشي علاش كيف غادي يعيط لراسل وغيكذب عليه وغيقول ليه الطياره واجده لكن بشرط واحد ندخل ونتاكد باللي كاع الرهائن باقيين حيين. راسل غيوافق. كيف غادي يدخل البنك وغيتاكد باللي كاع الرهائن باقيين حيين لكن فاش غادي يكون خارج
غيبدا يدوي مع راسل. وفي واحد اللحظه كيث غيغفل راسل وغادي يطيحو في الارض. وفي الاخر لحظه اللي غيحيد ليه الماسك على وجهه غيجي واحد من فريق ديال راسل وغيحط سلاح على كيث وكيث غيزقى وغادي يخرج من البنك. في هذيك اللحظه راسل غادي يعيط لكيث وغيقول ليه حط الكاميرا على الشرجم ديال الطابق الثاني. وغيبان لينا راسل غيشيري في واحد من الرهائن وغيقول لكيث هاد المره تخطى الخط وغادي نصفيه لجوج وغيقطع. وبسبب هاد الشيء اللي وقع كيث غادي يحيدوه من القضيه وغيقرروا يقتحموا البنك. وحيت راسل ديجا كان دار واحد الميكرو في هذاك الصندوق اللي داروه في العنق ديال هذيك الرهينه، راسل غادي يكون سمع كل شيء وغيقول الفريق ديالو يخرجوا من البنك هما والرهائن. وفي هذيك اللحظه اللي البوليس كيوجدوا باش يدخلوا للبنك الرهائن غادي يخرجوا كاملين ويكونوا وسط منهم حتى الشفاره. لكن البوليس ما غاديش يقدروا يفرقوا بيناتهم حيت ما عارفينش الوجه ديالهم وكاملين لابسين نفس اللبسه. كيت غادي يبدا يقلب على راسل في هذوك الرهائن لكن ما غيلقاش وما غيلقى حتى واحد قريب ليه في الوصف. هذوك البوليس غادي يدخلوا للبنك لكن ما غيلقاو حتى واحد وغيلقاو هذوك الاسلحه كاملين غير العاب وهذوك الفلوس ديال البنك ما غيكون ناقص فيهم حتى حاجه. وهذاك الرهينه اللي قتلوا قبيله كان غير مزيفه حيت غيلقاو اللون الاحمر في التيشيرت. البوليس غادي يديو هذوك الرهائن كاملين لكن فاش غيحقوا معاهم ما غيلقاو عليهم حتى شي دليل وغادي يطلقوهم. كيتش غيمشي عند القائد ديالو وغادي يقول ليه سد القضيه حتى حاجه ما مسروقه من البنك وغيقول ليه هذيك 140 الف دولار لقاوها وكيث بريء من هذه التهمه. كيث غادي يكون كيراجع القضيه وغيبان ليه الصندوق 392 ما محطوطش في الوراق بحال ما كاينش. كيث غادي يشك في شي حاجه ماشي هي هذيك وغيمشي عند القاضي باش ياخذ اذن ديال البحث على هذاك الصندوق 392 اللي ما كاينش في اوراق القضيه. وهو خارج غادي يتلاقى مع ميديلين يلا غتبغي تهدو باش تسد القضيه. لكن كيت غادي يجبد واحد الستيلو فيه التسجيل ديالها هي والعمده. فاش جاو عنده كيهدو فيه اول مره وهي تسكت وكيت مشى في حاله. ميديلين غادي يمشي عند ارثر مول البنك. ارثر غادي يقول له فين هو الدوس اللي كان خدام مع النازيين. ميديلين غادي تقول ليه سرقوا وداه معاه باش يبقى يبتزك به باش يضمن بلي ما عمرك تقرب ليه. وهذيك الساعه ميديلين غادي تواجه وغتقول ليه جيني نيشان اش كاين في هذاك الصندوق 392 حيت الشفاره خرجوا من البنك بلا ما يهزوا الفلوس يعني كانت شي حاجه في هذاك الصندوق غلا من الفلوس يعني الديامون. ارثر غادي يقول لها كان واحد الخاتم ديال واحد العائله فرنسيه يهوديه كانوا اصدقاء ديالي كان ممكن نعاونهم لكن النازيين عطاوني فلوس كثر. وفاش النازيين صفاو على ديك العائله خديت الخاتم ديالهم يعني باع اصدقاء ديالو صيفطهم نيشان باش يولي غني وغيجبد واحد الشيك خاوي وغادي يقول له واش تقدري تخلي هذا الشيء سر. ميديلين غادي تقول ليه وغتاخذ هذاك الشيك وغادي تمشي. غدوز السيمانه وغادي نمشيو عند راسل وغنفهموا باللي كان مخبي مورا هذيك الفيترينا اللي كاينه في الغرفه ديال النظافه في البنك. كان مخبي تما السيمانه كامله وما خرجش معاهم فاش خرجوا الرهائن وغيخرج مورا هذيك الفيترينا وغيمشي في وسط البنك عادي. وفي هذيك اللحظه كيف غادي يكون جاي البنك باش يقلب على داك الصندوق 392 وغادي يدوز من قدام محقق كيث وغيدخل فيه وغيقول ليه اسمح ليه. وراسل غادي يخرج من داك البنك ومعاه الديامون تساوي الملاير. كيش غادي يمشي غيحل هذاك الصندوق 392 وغيلقى فيه هذاك الخاتم اللي دوا عليه ارثر قبيله ومعاه ورقه مكتوبه عليها تبع الخاتم خلاها ليه راسل. كيتش في الليل غادي يمشي لدارو وفاش غادي يكون كيحط في حوايجو يخشي يدو في جيبو وغيلقى واحد دياموندا وغادي يرجع السينتا وغنعرفوا بلي راسل هو اللي حطها ليه في جيبو وغيبتسم. وهنا غادي يسالي الفيلم. اوصلت شي لنا ما تنساش دير لايك خلي كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو مع صحابك. ما تنساش تتابع الصفحه ديالنا في الفيسبوك وتابع القناه ديالنا على اليوتيوب. يلا بيس.